والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. طمن اهلك. قوم بس رن على اختك وطمنها ان انت بخير، عشان هم قلقانين عليك وانت مغلق من يوم الجمعة. وبين الاقي الراجل جسمه ازرق ومنفوخ والريحة بدأت تطلع وتوفى. ده من أصعب الفلوجات اللي أنا عملتها. أنا مش عارف أكمله، الفلوج صعب عليا أوي. عارف هنتكلم عن إيه النهاردة؟ ما كانتش دي البداية. تعالى نرجع بالبداية الحقيقية اللي خليتك أصلا تعمل الفيديو ده وفي الوقت ده، وتفكر في حاجات كتير أوي وترجع تاني تصحي نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول مرة في حياتي يحصل لي الموقف اللي حصل لي دلوقتي. بس يا ريت تكملوا الستوري للآخر، لأن يعني في طلب في الستوري دي، في طلب بطلبه منكم، من أي حد يشوف الستوري دي. احنا لينا جار عندنا هنا في بيت تيتا تحت في الدور الأرضي، بقاله سنين عايش معانا، سنين كتيرة جدا، وهو قاعد لوحده. ومن يوم الجمعة وهما بيرنوا عليه قرايبه كده ما بيردش، أو موبايله مغلق يعني. فتيتا قالت لي انزل يا محمود شوفه، انزل يا محمود بس، يعني رن الجرس كده وخبط وشوف يا عم ممدوح مش عارف ايه اسمه، عم ممدوح. فبخبط مفيش، برن مفيش. فمعانا المفتاح عشان هو قاعد لوحده كده، فبفتح بخش لقيته على السرير وجسمه بدأ ينفخ. ف إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كنا للدنيا وما كانت الدنيا لنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي عرفنا عارف إن أنا بتأثر بحالات الموت، لكن أول مرة تحصل معايا الموقف ده. الراجل مات لوحده، ويمكن بقاله كام يوم وما حدش من قرايبه ولا حد لاحظ ولا أي حاجة. فأنا بطلب منكم، لأن هو ملوش حد يعتبر غير قرايبه اللي بيكلموه، اخواته وبنت خالته مش عارف ايه، بطلب منكم انتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له. وكنت عايز اتكلم عن الموت، ان احنا يعني نتعظ كده لما تحصل حياة وفاة. المفروض ان احنا نتعظ، المفروض ان احنا نرجع ونشوف علاقتنا بربنا تاني، ونفوق نفوق من الغفلة اللي احنا فيها. بتمنى منكم انتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة، ويا ريت تعذروني لو ما بردش دلوقتي، بس يعني فعلا مش قادر ان انا ارد على حد حاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا فيا مشاعر مختلفة دلوقتي، اللي هو الراجل اتوفى لوحده ومحدش حس بيه تقريبا من قبل يوم الجمعة، وهو اتوفى. وما بين الموقف بتاعه انا داخل بخبط مفيش، هرن الجرس مفيش، داخل عم ممدوح قوم بس طمن اهلك. قوم بس رن على اختك وطمنها ان انت بخير، عشان هم قلقانين عليك وانت مغلق من يوم الجمعة. وما بين الاقي الراجل جسمه ازرق ومنفوخ والريحة بدأت تطلع
وتوفى. فأنا اللهم ارزقنا حسن الخاتم، اللهم ارزقنا حسن الخاتم. أنا بحب لما يحصل أي حاجة نطلع بحكمة أو فايدة، أو اللي ربنا سبحانه وتعالى أكيد دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. وأنا الإنسان أصلا اليومين دول كان بيحاول إن هو يرجع في حاجات كتير قوي، يرجع تاني إن هو يكون أفضل ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. فدي رسالة فنطلع منها إيه؟ هو حالات الوفاة أصلا عشان نتعظ ونرجع لربنا ونتوب. اللي فاكر إن هو هيفضل عايش طول عمره، هيعيش لغاية ما يبقى 100 سنة، يعرف إن هو لأ. الموت ما بيفرقش ما بين انت عندك 100 من عندك 19. فيعني توبوا يا جماعة لأن الموت حق. توبوا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. تذكرة لي ولكم. حالات الموتى كتير، حالات الوفاة كتير جنبنا وحوالينا، وفي سن الشباب كتير. والحادثة المفجعة امبارح، البنت اللي اتبطرت ايديها ورجليها. والله ما دايما لحد، والله ثانية. يا جماعة هنفضل لغاية امتى بنسمع اغاني؟ هنفضل لغاية امتى بنجاهر بالمعصية وبننزلهم ستوريز؟ هنفضل لغاية امتى ما بنصليش؟ هنفضل لغاية امتى بنبعد عن ربنا واحدة واحدة؟ بنبعد وبنتبع خطوات الشيطان. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مش ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات ذات نفسها بتاعته ما تتبعوهاش، عشان في الاخر نهايتها طريق مسدود، نهايتها وحش. فكنت بقول يا جماعة هنفضل لغاية امتى؟ والله احنا لو بنفكر في الآخرة زي ما بنفكر في الدنيا، ما هو ده هيبقى حالنا، مش ده اللي هنبقى عليه. انت متخيل وانت بتسمع اغاني وقاعد في العربية ومتمزج وقاعد تلف بالعربية ان انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحك في هذه اللحظة وهتبقى على معصية؟ الناس اللي بتمشي في الطريق ومشغلة اغاني، انت مش عارف ان انت ممكن تبقى اخر مرة تمشي في الطريق ده؟ الناس اللي بتكلم انت عارف ان انت ممكن ربنا يقبض روحك وانت بتكلمها؟ الناس اللي بتعمل معاصي كتيرة جدا، معاصي كتيرة لو قعدنا نتكلم مش هنخلص. ذنوب الخلوات، ممكن تبقى انت بتعمل ذنب في الخلاء لوحدك وفاكر ان محدش شايفك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شايفك. ولكن انت ممكن تقبض على هذه الحالة، تقبض روحك على هذه الحالة. انت متخيل؟ انا عايزك بس انا عايزك تفكر شوية في الموت، وعايزك تفكر في الآخرة. ما تقوليش لسه بدري، لسه بدري على ايه يا حبيبي؟ يعني هو احنا مش نهايتها؟ يعني انت هتفضل قاعد. والله انا من وانا لسه في اولى ثانوي كنت دايما اطلع اقول لهم لزمايلي في الاذاعه المدرسيه، ولا لما كنت بتكلم كامين مدرسه ولا اي حاجه من الحاجات دي، بطلع اقول لهم لم نخلق للبقاء فاصنع لنفسك اثرا طيبا يبقى من بعدك. يا جماعه احنا مهما عشت من حياه على الارض في الاخر هتموت. ايه اللي هيفضل؟ ايه اثرك الطيب يعني السيرة الحسنة بس. والله سبحان الله قال لك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنت خليك في الدنيا غريب أو عابر سبيل. مش محتاجة والله الصراعات اللي احنا بنتصارع عليها والخناقات اللي احنا بندخل نفسنا فيها. والله طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار. هي طبعت على كدر، الدنيا هي طبعت على كدر، واحنا مسيرنا في النهاية. يعني قال لك متى الراحة يا إمام؟ قال الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل متى الراحة يا إمام، فقال عندما أضع قدمي على باب الجنة. لما رجله كده تدخل الجنة يبقى دي كده الراحة بالنسبة للإمام. وده الإمام أحمد بن حنبل. ما بالك إحنا؟ أنت قدمت إيه لآخرتك؟ قول لي قدمت إيه؟ في انشوده جميله قوي لفارس حميده بحب اسمعها جدا، وبحب ان انا يعني حابب ان انا اذكركم بيها معايا، وهي اللي هي او كلما. يقول لك عد يا ابن ادم لا تسر خلف السراب وكن حذر، ان الحياه قصيره ارجع لربك واعتذر. او كلما عاهدت ربك ان تتوب وتكف عن فعل الذنوب أسرفت في عصيانه ونكثت عهدك يا كذوب.
حتى متى ستظل تعصي أمره جهلا وتأتي نهيه؟ أتظن أنك خالد؟ تفضل فاكر أنت هتفضل فيها يعني؟ أبدا لتأمن مكره. دنيا الردى، دنيا الردى قامت تبيع لك الفتن، والدين منك هو الثمن، والموت يأتي بغتة، فلم التهاون يا فطن، فلم التهاون يا فطن. جسم هنا لم يحتمل نار الثقاب، أتظنه يوم الحساب سيطيق نارا قد حوت من كل أصناف العذاب؟ ده احنا ما نقدرش على لسعة كوباية الشاي، هتقدر على نار جهنم؟ إن الهدى إن الهدى كالبدر في كبد السماء، فيه البصيرة والضياء، الله تمم نوره، والله يهدي من يشاء، مهما جرى ستظل دوما عبده، اطلب رضاه وحده، لا تركنن إلى الورى، فالخير فيما عنده. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تدبر هذه الكلمات، تدبر هذا الفيديو يا جدعان. والله بكلم نفسي قبل ما اكلم، انا بحاول بجاهد. نرزقنا الاخلاص وثبتنا بأن على ذكر والشكر وحسن عبادة. والله ما عبدناك حق عبادتك، والله ما حمدناك حق حمد، والله ما شكرناك حق شكرك، والله مقصرين يا رب، والله مقصرين. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسس ان انا شبه الراجل اللي هو بتاع ايه، اين اشيائي، عشان بتاع فيلم بتاع احمد مكي اللي هو لا تراجع ولا استسلام تقريبا، حاجه كده. ما علينا، نروح نجيب حاجات كده للبيت نفسي اتعود ابص هنا ماشي. وبعد كده ايه، ونكمل الفلوج. بس أنا يعني الفلوج انا عملته فكله كنت مصوره في البيت، لان انا فعلا ما نزلتش وطلعت كتير. بعد كده قلت ايه الفلوج الممل ده يعني، هيبقى كده يا دوبك مش عارف ايه، انا ليه ما بصورش وانا بره؟ ما هو اسمه فلوج ليه؟ عشان بتشارك مغامرات. فيلا بينا. داخل على دور برد ومش عارف دي المره كام يعني. انا تقريبا اكتر حاجه منتشره في فلوجاتي هي ان انا عندي برد، ان انا يعني داخل على دور برد، بحاول اهرب من دور البرد. كده انا في نص دور البرد، فانا دلوقتي داخل على دور برد وبحاول الحق نفسي يعني. انا اصلا الفتره اللي فاتت عمال اعمل تحاليل، وعشان انا خسان شويه فعمال اعمل تحاليل والسكر عندي واطي، فدعواتكم بالشفاء. الفتره دي بحاول، ده وحشه. الفتره دي بحاول ابني روتين، عايز ابني روتين كده عشان اعتني بصحتي وبشرتي ودراستي وانزل الجيم والحاجات دي، ونظام غذائي وعلاج طعم ربنا ده رقم واحد. بنحاول يعني بنحاول. ابقى اشارك ده في الفلوجات الجايه ان شاء الله، نبقى نعمل سلسله كده قصيره برضو، فربنا يعين. بحس ان الناس يعني الشباب لما تيجي تنصحهم، عارف اللي هو بياخدك على قد عقلك، فيعني بقول له الواد بيقول ودين مش عارف، استغفر الله العظيم، فبقول له ما تقولش دين قال اعمل لي كده، اللي هو بياخدنا على قد عقلي. مش عارف مقرب الكاميرا ليه مني كده، بس الفلوج ده من اقرب الفلوجات اللي لمست قلبي بجد واصعبهم. ف ربي يوصل اللي انا عايز اوصله بس مني. عارف هنتكلم عن ايه النهارده؟ بيقولك يعني ان انت في فتره من الفترات كده، لو انت يعني والدك او والدتك لسه على قيد الحياه، وانت يعني بتبرهم وكده، فانت ما ضيعتش بر الوالدين الحمد لله يعني. ولكن لا قدر الله ان لو هما توفوا وانت ما كنتش بتبرهم، فلما يتوفوا فطبيعي انت كده ضيعت برهم. فكذلك نفس الشيء لو انت فهمت المثال ده يعني، نفس الشيء. او خلينا نكمل المثال ده. انت يعني مادام والدك والدتك هنا، الحق برهم عشان تاخد ثواب بر الوالدين، عشان انت ما تعلمش اذا كانوا هيكونوا معاك بعد كده ولا لا. اللي باقي منهم، اشوف والدك موجود والدتك موجودة، لو الاتنين توفاهم الله فربنا يرحمهم ويغفر لهم، خليك الولد الصالح اللي بيدعو لهم، وبرهم برضو بس في عدم وجودهم. خليك الولد الصالح اللي بيدعو لهم وما تنساهمش.
نفس الشيء او نفس الفكرة لما نيجي نقول ان انت من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. فلو انت ما بقيتش شاب، عديت فترة الشباب، فانت خلاص مش هتبقى من الشباب اللي نشأت في طاعة الله. فانت لو ما استغلتش فترة شبابك دي ان انت تقرب من ربنا، وان انت تكون فعلا شاب نشأ في طاعة الله، وتعرف الطريق وتكمل عليه، وتشوف إيه طريق الهداية، وتعرف ازاي ترجع لربنا، وتكون دايما جنب ربنا سبحانه وتعالى، او قريب يعني من ربنا سبحانه وتعالى، ازاي تكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، فانت خلاص ضيعت فرصة ان انت تكون من السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله. خلينا نقول ان كونك موجود هنا في الفيديو او في الفلوج ده وبتشوفه، وكونك شفت الفيديو الفلوج اللي فات، او هتروح تشوفه بعد الفلوج ده، انا مفضل ان انت تشوفه قبل ما تشوف الفلوج ده. فدي هي اول خطوة في ان انت يعني ده معناه ان انت بتحس، ده معناه ان انت بتحس الحمد لله. واعلم انه لا يحس بضربة مبنج. يعني واحد بيتضرب مش هيحس بالضربة حد بيتبنج. يعني انت الحمد لله لو الذنوب بنجتك ما كانش زمانك هنا. لو الذنوب بنجتك ما كانش زمانك هنا، ولا حاسس ان عندك حاجة، ولا ان انت المفروض ترجع لأي حاجة. بما ان ربنا سبحانه وتعالى من علينا باليقظة، ودي اول الخطوات ان انت يعني دكتور محمد الغازي بيقول اللي ما بيحسش ان هو بعيد مفيش امل ان هو يرجع. زي اللي ما بيحسش ان هو عيان بياخد علاج ليه، هيروح مستشفى ليه، هيزور الدكتور ليه، هو شايف نفسه كويس. لكن لو حسيت بحاجة تعبان او حاجة، يبقى ده اللي يوديني بقى للدكتور. ف خلينا نشوف الفلوج ده هيودينا على فين. بس بتمنى ان احنا نجاوب على الاسئله اللي احنا ما جاوبناهاش في الفلوج اللي فات، او نكمل على كلامنا في الفلوج اللي فات، و... ونخرج يعني بقلب جديد، او بقرار جديد، او يمكن زي ما كان حد معلق لنا يعني في الكومنتات على الفلوج اللي فات، ان يكون كلمه او ايه قلناها تكون سبب في هدايه حد. فيا رب، يا رب. بس انا في النهايه يعني عايزك تفتكر اغتنم 5 قبل 5، وعلى رأسهم حياتك قبل موتك. حياتك قبل موتك، عايزك تفتكرها دايما. في لحظات انت محتاج ان انت تعمل ايه؟ شيل التراب اللي محطوط على المصحف اللي في اخر، اللي في الزاوية اللي في اخر الشقة، تحطه قدامك وتقرأ، وتفتكر كلام ربك، تفتكر قد ايه انت بعيد عن المصحف، تفتكر قد ايه انت بعيد عن كلام ربنا. بس انت محظوظ، مجرد ما هتيجي بس كده على سجادة الصلاة بالليل، ولا في المسجد، في أي وقت، في أي صلاة، وتسجد لربنا وتدعي، تدعي بقلب جامد وانت موقن بالإجابة، هتلاقي انها بتتيسر. تعرف الفكرة في ايه؟ ان احنا بنستحل حاجات خطوة ورا خطوة ورا خطوة، بنوصل لطريق مسدود، وده اللي بيخلينا بنبقى صعب نرجع تاني، مع انك عارف وذقت حلاوة الإيمان والقرب من الله، ومع ذلك بعدت. ليه؟ لأن الشيطان زين لك حاجات لك ما تيجي يا عم جرب، يا عم ده هي مرة، يا عم العمر لحظة، كلها حاجات بيضلك، زي ما عمل مع برصيص العاب. ف اوعى 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 تتبع خطوات الشيطان، وخد وقفة مع نفسك، وشوف انت اتهاونت في ايه واتسهلت في ايه، زي ما قلنا في الفلوج اللي فات، لغاية ما اوصل بيك لحد لغاية هنا. وزي ما قلنا ان انت يكفي ان انت اصلا تبقى يقظ، عندك اليقظة وموجود هنا، عشان نفسك بجد تطلع من الفلوج بإذن الله يعني، وانت واخد القرار الرجوع والتوبة، ان انت تكون شخص افضل. وبس، ده فلوج النهاردة، مكانش فيه تنطيط ولا نزول ولا طلوع، بس
ويمكن أكثر فلوج أثر فيا، وأكتر فلوج حصل فيه مواقف فعلا صعبة، بس مصيرها تقويك وهي سبب لخير إن شاء الله جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.